اهلا بيكم في قناتي زيزي فلوج. هو اللي بيحصل في غزة ده طبيعي؟ طب هو الاطفال اللي بتموت دي ربنا مش شايفهم وعارف وعالم بيهم وعارفهم؟ بص يا حبيبتي، اللي بيحصل في غزة ده تمحيص، اختبار من ربنا علشان الحاجات اللي جاية الكبيرة اللي جاية ربنا ان شاء الله يثبت المؤمنين. ربنا عايز يصنف المؤمنين. احنا عارفين طبعا ان كل العلامات الصغرى ظهرت، مش فاضل غير العلامات ومش باقي غير العلامات الكبرى. العلامات الكبرى دي حاجة كبيرة هتحصل، هتهز الكون. فربنا عايز يثبت المؤمنين زي ما ثبت الصحابة زمان، عايز يثبت المؤمنين دلوقتي. فمفيش حاجة هتثبت المؤمنين وهتهز الجيل الجديد اللي طالع ده غير بحاجة صعبة زي اللي بيحصل في غزة. أهل غزة ربنا معاهم. أهل غزة هقول زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا غزة، ربح البيع يا غزة. غزة كل اللي فيها مرابطين وأمواتها شهداء. مفيش حد حاله أحسن من غزة دلوقتي عند ربنا. لكن بص على حالنا احنا، يا ترى احنا هنكون من ايه؟ هنكون من فريق المؤمنين اللي هيقدر يواجه علامات القيامة الكبرى، هيقدر يواجه الصعوبات اللي هتحصل، ولا لا قدر الله هنكون من الناس اللي ربنا يعفو عنهم يا رب. فمحدش يزعل على غزة. غزة ثوابها كبير خالص عند ربنا. صح اللي حصل ده مش هقول صعب، ده مميت للبني آدم، مميت للإنسانية. اللي حصل ده حاجة تفوق التوقعات. يعتبر العقل بتاعنا مش قادر يستوعب الحاجات اللي بتحصل، ودخلنا في حالات اكتئاب وحالات نفسية. بس برضو في الأول وفي الآخر دول مرابطين، والمرابط ثوابه كبير خالص عند ربنا، والشهيد ثوابه كبير خالص عند ربنا. هو ده اللي مصبرنا، وهو ده اللي بيخلينا نحس بالهدوء باللي بيحصل في غزة. فأرجو ان اللي يشوف وعارف الحاجات بتتابع الاحداث، لا حط ابنك، حط اي حد عيل، اي جيل اللي طالع ده اللي مش عارف القضية، اللي مش عارف ان اساسا هي حرب على الدين، حطه جنبك، خليه يسمع وخليه يعرف، خليه يتعرف على دينه، خليه يرجع لدينه، خليه يتمسك بدينه، عشان الجيل الجديد اللي طالع يكون قد المسؤولية، يكون قادر انه يواجه الصعوبات والعلامات الكبيرة اللي هتحصل. ده كان اهم حاجة كنت عايزة اقولها في الفيديو. رسالة كنت عايزة اوصلها. انا فضلت ايام كتير ومش ساعات، لا ايام، طول ما الاحداث حصلت انا قلبي مش قادر، مش مستحمل الحاجات اللي بتحصل. دخلت في دوامة، ليه يا رب بيحصل كده؟ ليه بيحصل كده؟ ما لقيتش غير حاجة واحدة بس اللي صبرني. لما دورت في السيرة، دورت في حياة الرسول والغزوات، عرفت ان ربنا الحمد لله الحمد لله شايل لهم الاحسن، لان هم عند ربنا افضل من كتير خالص. وربنا يصبر كل ام وكل اب على استشهاد ابنه، ربنا يصبر كل واحد على استشهاد قريبه يا رب. انا عارفه ان الفراق صعب، مفيش اصعب منه، خصوصا بالطريقه البشعه اللي بيعملوها الصهاينه فينا. لكن برضه برجع وبقول ان كله عند ربنا، كله في الاخر. احنا بندور على اخره، احنا غير الامم التانية، غير الناس التانية، احنا بندور على اخره. احنا حياتنا دي عباره عن سفر في رحله، بنستزيد للآخرة. ويا بخته، يا بخته اللي كان زاده كبير. أتمنى إذا الفيديو أعجبكم، يعني لو شفتوه أضاف ليكم حاجة، يا ريت ترفعوه لي بلايك.